السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصبحكم الله بالخير جميعا، ونبدأ قصتنا اليوم معكم وإن شاء الله أنه تعجبكم. يقول لك هاك العائلة اللي مكونة من أب وولم وولدين طردة وثلاث بنيات. المهم العيال ذولا الاثنين دائما نجره مع بعض وهوشاتهم مع بعض، تخبرون الله يصلحهم العيال. راحت السنين وراحت الأيام وكبروا العيال. واحد منهم اشتغل عند تاجر من التجار، والثاني اشتغل عند فلاح يسني، وراحت الدنيا. هذا اللي عند التاجر فتح الله عليه أبواب رزقه وصار تاجر، أما اللي يسني على ما هو عليه. وكلهم تراهم عايشين ببيت أهلهم عند أمهم وأبوهم. الحاصل تزوجوا واسكنوا ببيت أهلهم كلهم مع حريمهم. برضو هالنجرة ما فكتهم وهم كبار، دايم هذا يناجر هذا. يناجر يعني مثل قولة تراه يهاوش، دايم يعني هوشاتهم وسوء التفاهم بينهم، يعني دايم يعني مختلفين. واللي يزود الطين بله إن أخويا هذا أنت يا التاجر دايم يعبون هالولد هذا على أخوه الضعيف. يعني يقولون له مثلا ايه ترى منقهر منك لانك اتجر منه، لان الله فتح عليك، غيران منك ومن هالحكي. والضعيف اخوه ربعه برضه يشبونه على اخوها الثاني، ايه لانك انت الضعيف مهم معطيك تصدق على الناس ويعطي فلان وفلان وانت رك، والمفروض الاقربون اولى بالمعروف. ومن هالحكي اللي يزيد الفرقه بين الاخوان الاثنين. بالنهاية صار بينهم هوشة سبيرة، والسبير زعل وطلع من البيت هو زوجته، وبدأوا ما يتحاتسون الأخوان بسبة هالناس هرج الناس والشيطان، وخذوا لهم سنين وهم ما يتحاتسون. الحاصل جاء يوم من الأيام ولا عندهم بهالقرية بير. البير هذه يا جماعة الخير كل ما جو أهل الديرة نزلوا الدلو اللي هذا اللي قدامكم اللي شالبه هالماء يسمى، كل ما نزلوا الدلو بالبير انقطع الدلو أو راح الدلو ورجع بس الحبل لحاله بدون دلو. وخذوا كذا مرة كل من نزل دلوه يبي ياخذ ماء يطلع له سحب، يطلع له الحبل بدون الدلو حقه، إلى أنهم خافوا أهل الديرة. قالوا هالبير هذه مسكونة، يعني قصدهم من به جن يفك الدلو. فبدأوا يخافون منه من هالزليب هذه، ما حد يقربه. وش الحل؟ ما وش الحل؟ عرضوا على اللي هو أمير الديرة، قال نبي لنا واحد شجاع ينزل لهالبير ويشوف لنا وش قصة الدلو اللي يقطع ويوخذ، ونبي نعطيه من النخل والبل والغنم ما يطلب، يعني يبي يغتني هاللي بينزل بالبير بس منه. قال أخوه هذا ضعيف، قال أنا اللي بنزل بس لي شرط واحد. قالوا وشو شرطك؟ قال شرطي إنكم تخلون أخوي فلان اللي هو الغني أخوه اللي ما يحاتيه ولا يبيه هو اللي يمسك الحبل. قال له وراه، يعني ما وثقت من يوم انك ما تطلب الا اخوك. قال هذا شرطي انا، انتم تمسكونه بس اهم شيء اخوي يمسك معكم الحبل. راحوا لاخوه وقالوا له ان اخوك شرط علينا ونبيك حنا تمسك الحبل معنا. وافق اخوه ومستغرب اخوه ليش. وفعلا نزل للبير. يوم نزل للبير وهو يلقى تحت البير فيه قرد موجود بالبير، وهو اللي يفك الدلو من الحبل. كل ما نزل عليه من دلو فكه هالقرد هذا. والولد هذا الضعيف وهو يوم شاف القرد وهو يحجره ويمسكه وهو يهز لهم الحبل وهو يبيهم يرفعونه، وهم فعلا يرفعونه. يوم رفعوه وهم يشوفون زور راس القرد مع راس الرجال، وهم يخافون يحسبون اللي طلع لهم مثل الجني ما هو برفيتهم، وجو يتركون الحبل ويهجون.
ولكن أخوه السبير يوم كلهم تركوا الحبل وهجوا، هو يدري أنه من هو ماسك أخوه، فما ترك الحبل وهو يصوت أخوي أخوي، قال سم أنا. يوم ذا طلعوها له أخوه لحاله وهو ماسكن القرد معه، قال هذا اللي يفك الدلو. كل ما نزل لقيته عثروها القرد يقولوا لأخوه. رجعوا هذولا يوم شافوه طالع ومعه القرد وذا، عرفوا ليش شرط إلا لابد أخوه يكون معهم، لأنه لو ما معهم أخوه كان تركين الحبل وطايح بالجليب وميت. فمهما يكون حتى بينه وبين أخوه عداوة، ولكن وقت الشدايد ما يصفي لك إلا أخوك. وبعد سالفة هالجليب يرجعون الأخوان الاثنين أحبة وقلوبهم على بعض، والحمد لله صارت رب ضارة نافعة. أتمنى هالقصة يا جماعة الخير عجبكم، وشكرا لكم، واعتذر لكم على الإطالة. بيض الله وجيهكم، تقبلوا ودي واحترامي. أنا ما راح أقول وش نستنتج من هالقصة هذه، ودي إن بعضكم يرسل لي، مو بكلكم، بعضكم يرسل لي فائدة من هالقصة هذه.